لو فاكر ان تقويم الاسنان اجراء تجميلي عشان ضحكتك بس تنور في الصور، التقويم في حالات كتير بيكون اجراء طبي وعلاجي ضروري لصحه وظائف اسنان. اولا صعوبه مضغ الطعام، لما الاسنان والفكين ما بيقفلوش على بعض في الوضع الصحيح عمليه المضغ بتكون اقل كفاءه، وده بيخلي الشخص يبلع الاكل بدون ما يطحن كويس، وده ممكن ياثر على كفاءه عمليه الهضم لان الهضم بيبدا من الفم قبل ما يوصل للمعده. ثانيا وهي مشاكل النطق، في بعض الحالات اللي ما بتقفلش اسنانها بشكل طبيعي او وجود فراغات كبيره بين الاسنان ممكن الشخص يواجه صعوبه في نطق بعض الحروف بشكل صحيح وطبيعي، بحيث ان هو ممكن يبقى عنده لدغه في بعض الحروف. التقويم بيساعد ان احنا نقفل الفراغات دي ونحسن مخارج الحروف. ثالثا بعض مشاكل في التنفس عند بعض الاطفال ضيق الفك العلوي او بعض مشاكل نمو الفكين ممكن تكون مرتبطه بضيق مجرى الهواء والتنفس من الفم، وبعض اجهزه التقويم زي اجهزه توسيع الفك بتساعد في تحسين اتساع مجرى الهواء. عشان كده شرفونا في العياده عشان نعمل لكم فحص دقيق ونعمل لكم خطه علاج مناسبه لحالتكم. عيادات دكتور علي، الابتسامه اللي تستحقها.